هنا ثلاثة أمور تتعلق بالوطء المحرم ينتبه لها، وكلها وصفت في القرآن بأنها فاحشة. الزنا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والثانية نكاح ما يحرم كما في آية المحرمات، نكاح ما يحرم. قال قبلها سبحانه وتعالى في سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والثالثة ما يتعلق باللواط، فعل أو عمل قوم لوط. قال الله سبحانه وتعالى: إنكم لتأتون الفاحشة. فالثلاثة هذه كلها وصفت بالفحش. وتأمل في هذه الآيات الثلاثة التي أشرت إليها، أي هذه الأمور أغلظ؟ اللواط، الزنا، نكاح المحرمات. في اللواط ووصفه بالتعريف، قال: الفاحشة، هو وحده الذي وصف بالفاحشة معرفا، وهذا أغلظ. وصفه بالفاحشة معرفا هذا أغلظ. أما فاحشة دون التنكير دون التعريف في ذكر أو بيان غلظ الأمر، وهذا سبق الإشارة إليه. فذكره بالتعريف يدل على أنه فاحشة تناهت في الفحش واجتمع فيها معاني الفحش. فأغلظ هذه الثلاث اللواط. ثم يليه في الغلظ ذوات المحارم، لأنه لما ذكر هذا النوع من النكاح قال: إنه كان فاحشة، نعم، ومقتا، زاد المقت، وساء سبيلا. وفي الزنا قال: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهي ثلاث مراتب، كلها فواحش، كلها داخلة في عموم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هي الآثام التي تناهت في الفحش والقبح والخسة، لكن هذه الفواحش الثلاث أو الأمور الثلاثة التي وصفت بالفحش في القرآن جاء وصفها به متفاوتا. أغلظها وصفا به اللواط، ثم نكاح زوجة الأب، ثم الزنا. هذا ترتيبها حسب مدلول الآيات. الزنا عقوبة فاعله جاءت مبينة: إن كان ثيبا فالقتل رجما، وإن كان غير ثيب فالجلد، يجلد 100 ويغرب. عقوبة على بدنه وعقوبة على قلبه، على بدنه الجلد وعلى قلبه التغريب. وأما اللواط ونكاح زوجة الأب فعقوبته القتل دون تفريق بين محصن وغير محصن، مما يدل على أن فهذا يقتل محصنا أو غير محصن، وذاك أيضا يقتل محصنا أو غير محصن. نعم.